السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل جلاش بالكاستر. الطريقة سهلة جدا وخفيفة جدا والطعم روعة، هتدوب في البق على طول. بس قبل ما نبتدي، اللي لسه ما اشتركش في القناة يسعدني جدا انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بقى بسم الله. جبنا كوبايتين لبن، وجبنا كيس الكاستر البودرة، وكمان هنحط معلقة سكر واحدة. يبقى كده حطيناهم كلهم في الحلة، البودرة واللبن، بودرة الكاستر واللبن ومعلقة سكر. هندوبهم كويس وبعد كده هنرفعه على النار. وكده بعد ما خلصنا خلاص الكاستر، طفينا عليه النار وهنسيبه يبرد. دلوقتي هنحط الشربات. هنجيب كوباية سكر عليها كوباية ونص مية وهنحطها على النار، وبعد ما يغلي هنحط عليها نص ليمونة وهنسيبها 10 دقايق. كده بقى المية غليت بتاعت الشربات، هنحط نص ليمونة وهنسيبها لمدة 10 دقايق. هنسيب المية تغلي تاني لمدة 10 دقايق، بس هنوطي عليها النار. بعد 10 دقايق هنطفي عليها. جبت نص كيلو جلاش، نص كيلو بيبقوا حوالي 18 واحدة، فهنقسمهم على نصين. بناخد بيبقوا 9 و9. هناخد النص الأولاني وهنحطه، وبعد كده النص التاني نبقى نحطه بعد ما نحط الكاستر. هوريكم بيتعمل ازاي دلوقتي. أول حاجة جبت صينية وحطيت فيها معلقة سمنة. السمنة بعد ما سيحتها حطيت معلقة وحطيتها في الصينية كلها. بعد كده جبت راق من الجلاش وحطيته على الصينية كلها. بعد كده هحط فوق منها برضه قطع من السمنة، وكل راق هحط فوق منه سمنة، وهكذا. وكل ما احط قطعة جلاش احط عليها السمنة. كل ما احط قطعة جلاش احط عليها سمنة لغاية لما اخلص النص الاولاني اللي هو ال9 وحدات. بعد كده هحط بقى الكاستر فوق منها. هنحط بقى الكاستر، وزي ما انتوا شايفين حطينا الكاستر فوق الرقاق على طول، وبنسيب سنتي من الجناب كلها. وكده حطيت النص التاني من الجلاش، وزي ما بردك حطيت في النص الاولاني كل قطعة عليها سمنة، بردك حطيت من فوق كده. وبصوا بقى هنا قطعتها الاول قبل ما احطها في الفرن عشان تبقى سهلة معايا لما تستوى واقطعها. وحطيت سمنة فوق الوش قبل ما احطها في الفرن علشان تتحمر، يبقى شكلها حلو كده وهي متحمرة. بصوا بقى بعد ما طلعت جميلة جدا، وهو بنحط عليها الشربات. بجد جميلة جدا ومش محتاجة نقطعها لان احنا كده كده كنا مقطعينها قبلها، تتاخد على طول. بجد جميلة جدا، جربوها وهتدعولي بجد. عايزه اقول لكم المقادير اللي قلتها لكم حلوه جدا، مش ما فيهاش خالص التسكيره القويه، لان احنا ما حطيناش في الكاستر كتير سكريات. حطينا بس معلقه سكر واحده على الكاستر، وعلى الشربات حطينا كوبايه سكر واحد، فالاتنين مع بعض هيبقى طعمها حلو قوي. انا بالنسبه لي عجبتني جدا المقادير، ما حبيتش ازود لان هيبقى مسكر قوي. فبجد بجد طعمها هيبقى حلو قوي قوي.